ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. كنا شرحنا مع بعض كونسبت نمبر 2 وخلصناه كله وفهمناه سوا. النهاردة بقى في الفيديو ده هنحل مع بعض موديل اكزام 1 in concept number 2 unit 3. question number 1 بيقول لي correct the underline word، يعني صحح الكلمة اللي تحتيها خط. طيب أول حاجة بيقول لي fuel is the matter that produced electrical energy on burning، وحاطط خط تحت electrical، يعني المفروض مني ان انا اغير electrical. طيب هي الفيول لما كان بيعمل لها burning كانت بتديني انهي form of energy؟ شاطرين، thermal energy، يبقى هنكتب هنا thermal energy. question number 2 بيقول لي wood is a form of fossil fuel that can be used in houses. الوود ده من الفوسلز فيول اللي احنا ممكن نستخدمه في الهاوسز، وحاطط لي خط تحت فوسلز فيول، يعني المفروض مني ان انا اغيرها. طيب هو الوود ده كان من الايه؟ شاطرين، من البايو فيول، ده كان من الاكزامبلز بتاعه البايو فيول عشان هو renewable source of energy. تمام كده، يبقى نكتب هنا ايه؟ بايو فيول. question number 3 بيقول لي the amount of all type of biofuel can't be replaced as quickly as it used. بيقول الكمية بتاعة البايوفيول can't be replaced. طيب وهو حاطط لي خط تحت كلمة ايه؟ بايوفيول، يعني المفروض ان احنا نغير. طيب هي ايه اللي كانت can't be replaced مقدرش ان انا اجددها تاني as quickly as it used، بشكل اسرع ما احنا بنستخدمها، اللي كانت بتاخد millions of year عشان يحصل لها فورم التاني؟ شاطرين، الفوسلز فيول. الفوسلز فيول دي قلنا ان هي non renewable. ليه يا مس non renewable؟ عشان it can't be replaced as quickly as it used، يعني هي مش بيحصل لها انها تتجدد تاني بسرعة زي ما احنا بنستخدمها ايه بسرعة. يبقى هنكتب هنا الفوسلز فيول. question number 4 بيقول لي gas released from burning fossil fuel always clear the air. بيقول لي الجاز اللي بيخرج من الفوسلز فيول بيعمل كلير للاير، يعني بيكون نظيف في الهواء او حاجة نظيفة كده في الهواء، وحاطط خط تحت كلير، ومطلوب مني ان احنا نغير عشان هي اصلا الكلمة كده غلط. هو اي جاز بيخرج من ان انا بعمل بيرنينج مش ده بيعمل بوليوشن؟ صح، بيعمل تلوث، يعني هيعمل ايه؟ بوليوت للاير. يبقى هنا الجاز اللي حصل له ريليز من البيرنينج فوسلز فيول ده عمل ايه في الاير؟ شاطرين، عمل بوليوت للاير، يعني لوث الهواء. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي what happened to، ايه اللي هيحصل للair's temperature if we use renewable resource of energy instead of fossil fuel. بيقول لي ايه اللي هيحصل في الair's temperature، في درجة حرارة الارض، لما نيجي نستخدم renewable resource of energy بدل الفوسل فيول. طب تخيلوا معايا كده، احنا هنستخدم renewable energy resource زي الويند والووتر والسولار energy بدل الفوسل فيول. ايه اللي هيحصل؟ في حد شاطر هيقول لي يا مس ده احنا كده مش هنعمل بيرنينج للفوسل فيول، صح، وكمان مش هيحصل بروديوس للكربون دايوكسيد جاز. كربون دايوكسيد جاز مش هيخرج ونسبته في الايرث مش هيحصل لها انكريز، صح، وايه كمان؟ ده كده طالما الكربون دايوكسيد جاز مش هيحصل له انكريز، يبقى كده الايرث تمبريتشر درجة حرارة الارض هي كمان مش هيحصل لها انكريز. يبقى لما يجي يقول لي ايه اللي هيحصل للايرث تمبريتشر لما احنا نيجي نستخدم الرينيوبل ريسورس اوف انرجي بدل الفوسل فيول، يبقى ال Earth's temperature will not increase، درجة حرارة الأرض مش هيحصل لها ايه؟ increase، مش هترتفع. تمام كده؟ بعد كده بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. cool is formed under the Earth's surface from the remain of. الكول اتكون under Earth's surface تحت الأرض من الريمين بتاعت ايه؟ من بقايا ايه؟ شاطرين، انا سامع حد بيقول لي يا مس الديد بلانت. شاطرين، يبقى هنا الانسر معانا هنا هو جاي منين؟ من الديد بلانت. طب هسأل سؤال تاني، هو الديد بلانت دي حصل لها ايه عشان تتحول لكول؟ شاطرين، حصل لها بيرد، وبعد كده ديكومبوزد اتحللت، وبعد كده اتعرضت لهيت وبريشر لحد ما اتحولت لايه؟ لكول. question number 2 بيقول لي among the following resource we must conserve.
مديني ريسورس كتير اوف انرجي، وبيقول لي مين في دول احنا لازم نعمل لها كونزيرف، يعني نحافظ عليها. طيب هو احنا لما نيجي نحافظ على حاجة نحافظ على ايه بالظبط؟ الحاجة اللي بيحصل لها ايه؟ اللي بيحصل لها run out، بتخلص بسرعة ومش هقدر اعمل لها ايه replaced، can't be replaced as quickly as it used، يعني ما اقدرش اعمل لها replaced بشكل اسرع ما احنا بنستخدمها. يبقى لازم نحافظ على الايه؟ شاطرين، الفوسلز فيول. طيب تعالوا هنا بقى نشوف مين من الفوسلز فيول هنحافظ عليها. السولار انرجي والكول، لا ده السولار انرجي من الرينيوبل انرجي، والكول ده يعتبر من الفوسلز فيول، لا مش هينفع. طب السولار انرجي والويند، لا ده السولار انرجي والويند الاتنين رينيوبل، لا احنا لازم نحافظ على حاجة تبقى نون رينيوبل او اللي هي فوسلز فيول. طيب الويند والاويل، لا برضو مش هينفع. طب الاويل والكول، الاويل والكول الاتنين من الفوسلز فيول، وبرضه هما الاتنين نون رينيوبل، وكمان هما الاتنين خدت مليونز اوف يير، ملايين السنين عشان اكونهم. ده انا خدت سنين كتير قوي عشان يبقى عندي سي كرياتشر يحصل لها داي تموت، وبعد كده يحصل لها ديكومبوزد وتتحلل وتتعرض لاكستريم هيت اند بريشر لحد ما تتحول لاويل. وبرضه خدت وقت كتير جدا عقبال ما الديد بلانت حصل له بيرد وحصل له ديكومبوزد وتعرض لاكستريم هيت اند بريشر لحد ما تحول ليه كول. يبقى الاتنين دول الاويل والكول خدوا مليونز اوف يير، ملايين السنين عشان يتكونوا، يبقى لازم نعمل لهم ايه؟ كونزيرف، لازم نحافظ عليهم. يبقى الانسر معانا هنا الاويل والكول. Question number 3 بيقول لي all of the following are found deeply under earth's surface except، يعني كل دول الأربعة دول موجودين under earth's surface تحت الأرض ما عدا مين؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي natural gas، لا natural gas ده بيتكون أو بيكون موجود under earth's surface. طب الكول برضو بيحصل له formed وبيتكون under earth's surface. طب الجرين planets النباتات، لا دي بتكون موجودة على الايرث سيرفس من فوق، على سطح الارض من فوق، صح كده؟ يبقى مين الانسر معانا؟ الجرين بلانتس. ليه يا مس؟ عشان هو قال لي كل دول موجودين under earth surface تحت الارض ما عدا مين؟ ما عدا الجرين بلانتس. طيب بعد كده بيقول لي all the following are used to generate electrical energy، كل دول بستخدمه عشان اعمل electrical energy ما عدا مين؟ احنا قلنا اصلا مين اللي بنستخدمه عشان نعمل generate electrical energy؟ شاطرين، renewable energy resource والفوسلز فيول. يبقى لما يجي يقول لي هنا كل دول بنستخدمه ان احنا نعمل generate electricity ما عدا مين؟ تعالوا نشوف مع بعض. الاويل، لا الاويل ده من الفوسلز فيول يبقى اقدر اعمل منه جنريت الكتريستي. طب الناتشورال جاز، لا الناتشورال جاز ده برضو من الفوسلز فيول بقدر اعمل منه جنريت الكتريستي. طب الووتر من الرينيوبل ريسورس اوف انرجي بقدر منها اعمل جنريت الكتريستي. طب الجلاس الزجاج، لا ما اقدرش اعمل منه جنريت الكتريستي، يبقى الانسر معانا الجلاس. بعد كده بيقول لي give reason for the following cutting tree to obtain wood has negative effect on the environment. بيقول لي ليه لما نيجي نعمل cutting للتري نقطع الاشجار عشان ناخد الوود ده يعتبر negative effect، له تأثير سلبي على الانفايرمنت. ليه بقى؟ شاطرين، عشان الكاتنج تري ده كان بيعمل لي حاجة اسمها deforestation، يعني ازالة الغابات او اللي اسمها تصحر برضو. طيب الديفورستيشن ده كان ايه؟ كان يعتبر نيجاتيف افكت على الانفايرمنت، له تأثير سلبي على الانفايرمنت اللي احنا قاعدين فيها. يبقى لما يجي يقول لي هنا قول لي ليه cutting tree to obtain wood has negative effect on environment، يبقى because cutting tree lead to deforestation، عشان احنا لما بنيجي نقطع التري ده بيسبب لنا ايه؟ deforestation، والdeforestation دي تعتبر negative effect على الانفايرمنت. بعد كده بيقولي complete the following sentence some forms of fuel can be used in cooking such as woods dots and dots. بيقولي في فورمز تانية من الفيول احنا بنستخدمها علشان نعمل cooking الفود، وايه تاني اللي احنا كنا بنستخدمه من الفيول عشان نعمل cooking؟ شاطرين، الناتشورال جاز والكول، يبقى نكتب هنا coal and natural gas. طيب بعد كده question number 2 بيقولي the generator an electric power station change from dots energy into dots energy. الجنريتور اللي كان في الالكتريك باور ستيشن كان بيحول من انهي فورم اوف انرجي لفورم تانية؟
شاطرين، من kinetic energy ل electrical energy. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي using the dots resource of energy cost more money than using fossil fuel. بيقول لما احنا نيجي نستخدم any resource of energy ده بيعمل cost more money، يعني تكلفته بتكون كبيرة أكبر ما نستخدم الفوسلز فيول. ده أنهي resource of energy؟ شاطرين، renewable resource. قلنا renewable resource هو مفيد أكتر من الفوسلز فيول وما بيعملش بليوت للانفايرمنت، بس مشكلته ان هو الكوست بتاعته كبيرة شوية، يعني التكلفة بتاعته كبيرة شوية. تمام كده؟ طيب بعد كده السؤال اللي قدامنا ده compare between biofuel and fossil fuel. طيب هو هنا هيعمل compare في ايه؟ الديفينيشن وهو renewable ولا non renewable والاكزامبلز اللي ما بينهم، وهو جايب لك معلومات وعايز انت تكملها. طيب انت هتكمل منين؟ من الوردز، من الكلمات اللي فوق قدامك دي. طيب اول حاجة بايوفيول. ايه الديفينيشن بتاع البايوفيول؟ احنا عارفين البايوفيول ده هو فيول جاي من الليفينج اورجانيزمز اللي حصل لها بلانتد، اللي هو قصده بيها البلانيتس. يبقى هنا البايوفيول الديفينيشن بتاعه هو فيول made from living organisms that can be planted. طب الفوسلز فيول بقى، الفوسلز فيول ده هو فيول made from the remain of living organisms that take dots. بتاخد قد ايه عشان تتكون؟ شاطرين، millions of years. بنكتب هنا millions of years to be formed under certain condition، يعني بتاخد ملايين السنين عشان تتكون، ولازم تتكون في ظروف معينة اللي هي extreme heat and pressure. طيب بعد كده بقى بيقول لي renewable or non renewable، عايز يشوف كل واحدة فيهم مين الرينيوبل ومين النون رينيوبل. أول حاجة البايوفيول، البايوفيول ايه؟ شاطرين، renewable، يبقى نكتب هنا renewable. طب الفوسلز فيول بقى، الفوسلز فيول طبعا نون رينيوبل. طب الاكزامبلز بقى على كل واحده فيهم، الاكزامبل على البايو فيول هو هنا كاتب لك الوود ودوتس اند دوتس. قول لي كده تو اكزامبلز ثانيين على البايو فيول غير الوود. الجراس من البايو فيول، وكمان الكورن، وقلنا الحاجات دي بتعمل ليكويد فيول، يبقى نكتب هنا جراس اند كورن. طب اكزامبلز بقى على الفوسلز فيول، هو هنا جايب لك الناتشرال جاز والكول. عايز تو اكزامبلز تانيين، ممكن نقول الجازولين، ما ده برضو من الفوسلز فيول. ممكن نقول الاويل، برضو ده من الفوسلز فيول. تمام كده احنا نكون خلصنا مع بعض موديل اكزام 1. استنونا في فيديو جديد هنحل مع بعض موديل اكزام 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.